كان ماسك الحديده كده ايوه يا كوتش. وضربه ازاي؟ كان داخل يضربه. بالشكل ده كده اهو. ايوه يا كوتش. او انت برضه هتخرج بنفس الطريقه دي ازاي؟ تعالوا نعملها بالراحه. اول حاجه وحد داخل بيوصل لك ضربه بالشومه، لازم الاول بس نعرف بسرعه كده ايه هي اتجاهات السلاح او ايه هي اتجاهات الشومه او السلاح الطويل. هو حاجه من اتنين، يا اما هيضرب من فوق لتحت، من اعلى لاسفل ينزل على الدماغ، او يا اما هيجي من بره كده اهو، يا اما هيجي في الوش يا اما هيجي في الجسم، ودي الحركه اللي شفناها في المشهد. طب اخرج منها ازاي؟ بمنتهى البساطه. اكبر غلط ان هو بيعمل كده اهو، ان انا ارجع لورا كده، انت كده هتضيع، لان كده ممكن الضربه تجيب وشك. لكن كل الفكره ان انت بتعتبر السلاح ده او الشومه اكنها مرايه، باصص فيها، كل ما هي بتيجي تلف انت بتلف معاها، انت لفيت جسمك، انت خرجت بره اتجاه السلاح. تمام؟ هتقول لي طب ما السلاح بيكون طويل، هقول لك ما هو انت بقى بتاخد خطوه قفزه وهو داخل يضرب، انت بتاخد ايه؟ بتاخد النطه دي بقت جواه، بتاخد ده بقت جواه، وبعد كده انت عندك حاجات كتير تعملها معاه، بس انت اهم حاجه ان انت فضيت اتجاه الضربه في الهواء. تمام؟ هتقول لي طب ما انت ممكن تجي لك في الضلوع او ممكن تجي لك في كتفك تاخد كدمه، الكلام ده لو انا عملت كده اهو، خش كده اضرب وصدتها وايه؟ بقيت المصد بتاعها، ولكن انا عملت ايه؟ انا فضيتها مش صدتها، فضيتها في الهواء، خش كده، خدت الباور كله في الهواء، ما خدتوش في جسمي. هي دي الفكره. كل اللي انا بعمله ان انا ايه؟ ان انا بركز على الايد اللي ماسكه السلاح مش على السلاح نفسه، ما ببصش ان انا امسك الشومه، لان دي اللي ممكن تعمل لك كدمه وممكن تكسرك كمان، ولو فلتت وجت في وشك يبقى انت ونصيبك. ولكن السلاح وهو جاي انت بيبقى كل تركيزك على الايد، على ان انا امسك الايد او ان انا اصد الايد مش اصد السلاح. حتى لو ماسك سلاح ابيض وهو مثلا داخل بالشكل ده، انا بطلع كده بصد بالمنظر ده، بصد بالمنظر ده. هو حتى لو جاي من بعيد خش كده اهو، طول ما انت اخدت الكيرف ده ولفيت جسمك انت كده في امان، انت كده خرجت بره اتجاه السلاح. يبقى هو لو داخل يضرب في الوش، كل اللي انت عملته ايه؟ انت لفيت وايديك هي المصد، المصد قدام الايد اللي بتضرب مش قدام السلاح. لازم نفهم حاجه زي كده يا شباب. الشومه وهي داخله بتضرب ان انا باخد الايد اللي ماسكه السلاح. تعرف تعملها؟ تعالى انا داخل اضرب اهو، ايوه تمام، بس ما تزودش اللفه قوي، انت خليه بس ايه؟ تبقى اللفه كده اهو، عشان تعرف تمسك ايه؟ عشان تعرف تمسك الايد اهو. اقف تاني، لا لف، لا لف، لا ما تحمرقش، اقف عادي، اقف عادي، تمام كده. ايدك في النص، ايدك في النص، هنا تلف كده، ايوه بالظبط كده، تلف جسمك، خش جوه ناحيتي اكتر، بالظبط، الله ينور. بص انا ضربت فين؟ ضربت الهواء. فان انت تصد ضربه بالشومه او بالسيف جايه في وشك من بره، فدي واقعيه وليها اساليب وليها صداتها. ولكن في المسلسل كان لازم يتضربوا، كان لازم يقع، عشان المخرج عايز كده، مش عشان الضربات دي ملهاش حل. ده مسلسل، المخرج يعمل اللي هو عايزه، الممثل يعمل اللي هو عايزه، انما انت لازم تعرف ان في حاجات ممكن يكون ليها حل. اشوفكم على خير.